احد اعمده فريق الرجاء كيرفع كره دايريه بالراس، كترجع مره اخرى محاوله لابعاد لصالح عناصر فريق اولمبيك اسفي مقطوعه كتبعد عناصر فريق الرجاء، كتمرر الكره اماميه داخل منطقه العمليات وتدخل الهدف الاول لصالح فريق الرجاء. محسن ياجور يتصالح مع الشباك مركب محمد الخامس بعدما صارت عقده في المباريات الاخيره. ياجور يفتتح التسجيل، هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء لصالح فريق الرجاء. نشوفوا الاعاده الهدف لشلو فريق الرجاء. لاحظوا الاعاده، هفوه دفاعيه اصبحت فرصه في طبق من ذهب. الاعاده للهدف اللي سجل فريق الرجاء عن طريق ياجور. كرة أمامية، لعبت كرة بسرعة، رفيق الكرة على مسار منطقة العمليات، فرصة صافية اولمبيك اسفي. هدف التعادل لصالح فريق اولمبيك اسفي عن طريق امين الجاب. غادي نشوفوا الاعاده، فرصه بطريقه جميله سجل فريق اولمبيك اسفي اللي قلت انه كيحاول يخلق فرص من اجل العوده في النتيجه. بالفعل هذا ما تحقق لفريق اولمبيك اسفي. ابناء بدو الزكي يسجلون الهدف، هدف التعادل عن طريق امين الشاب السابق في تشكيله فريق الرجاء. يسجل او عفوا عن طريق اللاعب رقم 7 عبد الله مهدي هو اللي كيسجل هدف التعادل. والشمارخ تنطلق بمدرجات فريق اولمبيك اسفي. اذا تغيرت الامور، هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف، وفريق اولمبيك اسفي